انتقلوا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة هل يجب على الله عز وجل الصالح أم الأصلح؟ فقال المعتزلة بناء على هذه المسألة الله عز وجل يجب عليه الأصلح، لأنه لم يخلق أفعال العباد هذه، لأنه ماذا؟ يجب عليه الأصلح، فلا يمكن أن يخلق هذه الأفعال. والحقيقة أن المناظرة في هذه المسألة أيضا مشهورة، ومن ذلك أن أبا الحسن الأشعري قالوا يعني سبب خروجه عن مذهب المعتزلة أنه ذهب إلى شيخ الجبائي فسأله هذه المسائل، قال له الآن عندي 3 أشخاص، شخص عابد زاهد طائع، وشخص مات صغيرا غير مكلف، وشخص مات فاسقا، ما تقول فيهم؟ قال الجبائي الأول يدخل الجنة، والثاني يدخل الجنة لأنه مات من غير تكليف فيدخل الجنة في منزلة دون الأول، والثالث يدخل النار. قال إذن هذا الذي دخل الجنة أدخله الله بعمله، فيأتي الصغير يعترض على الله عز وجل يقول أنا كنت أريد أن أكون في منزلة هذا، فلما لم تمد في عمري كي أعمل فأصل إلى تلك المنزلة؟ قال الجبائي الله عز وجل يجب عليه الأصلح. إذن الله عز وجل يخاطب هذا الصغير فيقول له أنا علمت أنك لو عشت لما عملت، فاخترت لك الأصلح وأمدتك وأدخلتك الجنة. قال فيصيح عليهم الذي في النار فيقول الله عز وجل إذن لما لم تمتني وأنا صغير كذلك؟ فيعترض على الله عز وجل، يعني وقع الجبائي في مأزق، وقال للأشعري أبك جنون؟ فقال الأشعري وقف حمار الشيخ في العقبة، وخرج عن مذهب المعتزلة. لكن حقيقة أيضا